كنت بحب واحد زمان، الحمد لله ما كانش فيه ريليشن شيب الصراحه، يعني مش ده التوبيك بتاعي، بس لازم اديكم بريف يعني عن الشخص ده. في انواع من التوكسيسيتي، الكريزي توكسيك والتوكسيك توكسيك والميني توكسيك، ممكن يكون في انواع تانية، بس هو كان الكريزي توكسيك توكسيك ومعاه شويه بهارات ميني. كان مجنون يا جماعه بجد. المهم يا جماعه، طبعا صحابي كانوا كلهم شايفين ده وانا الوحيده اللي ما كنتش شايفه ده. انا كنت في الوقت ده معميه بطريقه مش طبيعيه. انا بحكي القصه دي بجد علشان حد حالا في الوقت اللي انا قاعده فيه بحكي الفيديو انت بتسمعيني معجبه بالفيديو علشان انت انا زمان بس دلوقتي واحد لما بيحب، بالذات انا بحس ان انا لما بحب او في نوع من انواع الحب اللي هو ازيك عامل ايه ده ريد فلاج، لا لونه اصفر، لا ده كان انا. واصحابي كلهم كانوا اللي هو طب احنا امتى يا جماعه هنبريك النيوز ليها؟ لا يا بسنت ما ينفعش، مش ده الشخص يا بنتي، شوفي اهو لا مش هشوف. لا رساله بس في النص كده للصحاب اللي بيحاولوا ينقذوا صحابهم يعني من التوكسيك من. صدقوني انتوا بتعملوا اللي عليكم والله، اتس نوت يور ريسبونسبيلتي. في الاخر لازم الشخصيه اللي جوه الموضوع هي اللي تفوق بنفسها، هتفوق بطريقه او باخرى. في ناس بتحس ان هي بتفشل في الانقاذ، بس سربرايز انت موجوده عشانها، انت بتحتويها، بس انت مش مسؤوليتك انك تنقذيها. اوكي نرجع تاني للمرجوع. في يوم من الايام قلت لا، للاسف احنا كنا وقتها بست فريندز. فتحت الكاميرا، ودي من اكتر الحاجات اللي بتفرق معايا، علشان كده بجد جزء مني كبير بدا حته المنتل هيلث. لما انا بيحصل لي حاجه او لما انا بمر بحاجه، انا بصور نفسي فيديو علشان بعد كده اشوفه واحس ان في حد بيتكلم معايا بيقول لي حاجه بتوصل لي رساله. فده اللي انا عملته، فتحت الكاميرا قدامي وصورت فيديو كان بالظبط 13 دقيقه. كنت بقول لنفسي فيه ايه بقى، مسكت نفسي بهدلتها، بس بهدلتها بطريقه احتوائيه. قلت لها ان انت ما تستحقيش ده. اتعاملت مع نفسي كاني صحابي كلهم، قلت لها ان انت عاميه وان الستاندردز بتاعتك ما ينفعش تبقى كده، انت ما تربيتيش على ده، انت ما ينفعش تجري ورا حد مش بيحبك، انت ما ينفعش تقبلي ان اللي قدامك يستغلك، وكلام من ده كتير بقى قوي. الفيديو ده اتصور يوم 25/3/2020. اللي فكرني بالفيديو دلوقتي مع اني ما فتحتوش من ساعتها، ان انا كنت بدلت حاجات من على اللابتوب ولقيته قدامي مع وين اي تيل يو. انا اصلا كنت ناسيه انا كنت بتكلم عن مين، وابتديت افكر اللي هو ايه ده، دي المرحله اللي هتوصل لها. صدقيني انا عارفه انا بقول لك ايه، دي المرحله اللي هتوصلوا لها. بس ما بتبقوش مصدقين في نفسكم ان انتم تقدروا تتخطوا حاجه. احنا اللي ساعات بنقنع نفسنا، وده مش قصدي ان انا بهين فينا يعني، في وقتها بكميه المشاعر اللي بتبقى جوانا بنبقى شايفينها قد ايه صعبه ان احنا نقدر نتخطى الشخص ده من كتر ما احنا فعلا بنحبه وعايزينه. ده مش ضعف، دي مشاعر موجوده عادي، والمشاعر دي هتتخطيها يعني هتتخطيها. المهم خلصت الفيديو وقفلت الكاميرا، قلت لنفسي ده day one of knowing my worth. مش هعيط تاني علشان الشخص ده ever. الحب بجد سلاح ذو حدين، اما حاجه هتهيليو بجد طبعا مع الشخص الصح ومع الناس اللي حواليك الصح، يا اما حاجه هتكسرك هتبهدلك. حاسه كده ان مفيش في النص. anyways اللي انا عملته بايه، ان انا خدت بعضي ومشيت، بس بريزن. انا من النوع اللي بحترم قوي حتى لو اللي قدامي مش محترم، بس انا ما بحبش الكلوجرز المفتوحه. انا نفسي ما ببقاش هاديه ومرتاحه. قلت كل اللي جوايا وخدت بعضي ومشيت. الموضوع ما وقفش على كده، اخدت سنه علشان الحوار يخلص، ومع اخر مكالمه تليفون اقول لنفسي قسما بالله لا. الفكره يا جماعه في حاجه، ان احنا بعينينا احنا اللي بنشوف الناس دي حلوه وماجيكال، وبنوصل لمرحله اللي هو ايه ده، هو ده الشخص اللي انا كنت بموت فيه وبحبه وبتاع وكده، ولا انا حاسه ان انا شايفاه عادي جدا. عينينا وقلبنا هم اللي بيشوفوا الناس حلوين. كده اوقات كتير قوي بنبقى اللي هو احنا كنا بنحبهم ازاي. قلبنا لما بيحب حد تغاضى عن حاجات كتير قوي يعني، بس عيوب عن عيوب تفرق يا جماعه. يعني في ستاندردز كده بجد يا جماعه. على قد ما انا كان نفسي انا والشخص ده نكمل حياتنا مع بعض، على قد ما انا بحمد ربنا ان الشخص ده مش في حياتي دلوقتي. هو اكيد متابعني. anyways انا عايزه اقوله ان يا جماعه هتاخدوا وقتكم التعافي، الموفينج اون هتاخدوا وقتكم. بس حاجه من الحاجات التافهه قوي بس اللي ساعدتني ان انا الشخص ده، احنا ايه اللي بيخلينا ساعات نخضع ونرجع ونسامح او ننسى لوهله كده، ان احنا اوريدي بنبقى ناسيين الشخص ده عمل فينا ايه او قد ايه الشخص ده توكسيك. عشان كده يا جماعه انا لما حد بيضايقني او لما حد بالنسبه لي ببقى عايزه اقطع معاه، اقسم بالله هي حاجه تافهه بس بجد هي نجحت معايا. انا بسميه البني ادم ده على التليفون علشان لما يظهر لي على الواتساب او لو حاول يكلمني تاني بسميه باسم يفكرني باللي هو عمل، فعشان كده ما بردش. فبقيت كل ما تتصل اشوف التليفون ارميه، اللي هو مفيش مجال ان انا ارد عليه، اللي هو اول ما بشوف سايكو باي. والله يا جماعه الموضوع ساعدني جدا. في حد بيبقى عايز يخلص من حد بقول له اعمل الحركه دي، بتفرق جدا. ده اول حاجه. تاني حاجه، حبوا نفسكم ابوس ايديكم. لا انا كنت بحب اللي قدامي اكتر ما بحب نفسي، فبالتالي انا تغاضيت عن حاجات كتير ودوست على نفسي علشان بس اللي قدامي، اللي هو which is you're not worth it. خلي بالكم الموضوع ده، مهما حبيتوا اللي قدامكم لازم تحبوا نفسكم برضو، لان معلش مفيش حد اغلى عندكم من نفسكم. واحده البني ادم او الشخصيه او الصحبه دي whatsoever لما اسمها او اسمه يتجاب، مش هتحس اللي هو
you'll get over it. صدقوني احنا بس اللي بنبقى من جوانا حاسين اللي هو ايه، قاعدين في قوقعه بنبقى حاسين ان احنا مش هنعرف نخرج منها، بس بنخرج دلوقتي بقى. كمان اسبوعين، كمان شهرين، كمان مش عارف ايه. ما تقعدوش تستعجلوا يعني. لو انت شخص ايموشنال زيي ما تستعجليش ان انت تموفي اون من حاجه. اللي ساعدني بقى قوي 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 يعني الشغل. مش قصدي اقول ان اسحلي نفسك عشان تنسي، بس ما تخليش في يومك وقت فراغ كبير. احنا البني ادم بطبعه بالذات وهو مكتئب اوفر ثينكر اكس ماكس برو. فلو سمحتوا عامه اشغلوا يومكم دلوقتي. تو بي اونست ام جوينج ثرو حاجه مش لذيذه، بس بجد من الحاجات اللي مصبراني او مخلياني ان انا عادي وبريزنت وتمام ومفيش اي ديبريسيف ابيسود، ان انا من ساعه ما بصحى لحد ما بنام انا بعمل حاجات في يومي. انا التو دو ليست عندي قد كده، حتى لو التو دو ليست مكتوب فيها حطي الفوطه في الغسيل، هقعد فاضيه، هقعد اعمل اي حاجه، هقعد اكلم حد. ده مش هروب من المشاعر انا كده كده حاساها. ولو جالي وقت اللي هو لا انا حاسه ان انا متضايقه وعايزه اعيط او عايزه افضفض، مش هبخل على نفسي في الوقت اللي فعلا انت محتاجه فيه انك تعيطي او تفضفضي او تكتئبي. لكن طول ما انت فاضيه انت هتعمليها اوريدي اوتوماتيكلي. فبلاش تفضوا. كنت بنزل من البيت اروح اقعد في مكتبه الديوان في المعادي اقرا كتب، علشان مكتبه الديوان في المعادي فيها زي ميني كافيه كده. فكنت بروح اقرا قشطه، اللي هو لو اتعرفت على حد جديد قشطه يبقى اتعرفت على حد من كوميونتي. انا بحب كوميونتي القرايه. كنت بروح افطر لوحدي، علشان دي حاجه من الحاجات اللي بتعلي السيلف كونفيدنس في الشخص ان هو يعمل حاجات لوحده. كنت بسافر لوحدي، كنت بلعب رياضه، بنزل اتمشى بقى، بقرا كتب. المهم كنت بسحل نفسي في حاجه تفيدني. خلي بالكم لان في ناس بتجت اوفر مشاعرها او بتتجنب مشاعرها باسلوب ان هيلثي خالص. وفوق كل ده طبعا ثيرابي. بس وانا بقى بتفرج على الفيديو انا كنت فخوره بطريقه مش طبيعيه، اللي هو you're here. انت خلاص، انت اهو. انت لما اتفرجت على نفسي ولقيت حد بيقول لي اللي هو انا من 3 سنين ان انت ما تستحقيش ده، وخليكي واثقه انك هتوصلي لمكانه معينه او وقت معين يو ويل هيل، هتتخطي ده، هتعرفي الستاندردز بتاعتك، هتعرفي قيمتك. ده فعلا ده بيحصل دلوقتي، ده اللي بيحصل دلوقتي. ده وعد انا وعدته لنفسي من 3 سنين، وانا دلوقتي انا اوريدي الموضوع متخطيه من حبه حلوين. بقول لكم وصلت لدرجه ان انا فعلا كنت ناسيه بتكلم على مين في الفيديو. صدقيني والله يا جماعه هتتخطوا الموقف، هتتخطوا الشخص، موف اون، وربنا هيعوضكم بحاجات كتير قوي. بس انتوا لازم تساعدوا نفسكم. هي دي الفكره، ان هي ما بتحصلش من اليونيفرس. لازم انتوا يكون عليكم عامل وتساعدوا نفسكم. ده بارت من الحياه اللي بيحصل لنا، ده جزء من الحياه اللي ما نزلش معاها كتالوج. ما حصلكيش دلوقتي هيحصل لك بعدين. كسره القلب لازم البني ادم يعدي بيها، لازم. فمعلش حقكم عليا انا.